في إحدى المرات كان حانة خمر، ذهبنا أخذنا حانة الخمر خالية، كانت أخذنا حانة الخمر ب67 مسلحا، نصبنا عليها أسلحة ثقيلة دوشكا وحولتها إلى مسجد. يعني هي كانت مهجورة؟ نعم، وصليت فيها وجعلناها مسجدا، سميناه مسجد الجهاد في السليماني. صلى خلفي 10,000 شخص صلاة الجمعة. ما شاء الله. بقينا في صلاة التراويح في رمضان وليلة القدر، كنا مهيئين 2700 سندويش لمن يبقى معنا في السحور، لمن هو بيته بعيد. 2700 سندويش، كل واحد أخذ حبة، يعني معناه بقى أكثر من 3000 شخص. فكان مسجد بفضل الله أيضا حولناه وطورناه أكثر وصار له تأثيره. وفتحنا بعدها في ذكرى سيد قطب رحمه الله في 22/8/1992 المدرسة العسكرية، وتخرج 68 ضابطا، تدريب كل يوم 12 ساعة، وقيام الليل، حفظ أحاديث، دراسة كتاب العمدة لعبد القادر عبد العزيز فك الله أسره، والتربية ممتازة. بعدها نحولهم إلى مدرسة سياسية، مدرسة شرعية، 3 أشهر في مدرسة ماوردي يدرس الأمور السياسية، و3 أشهر في مدرسة الإمام النووي يدرس الأمور الشرعية، بحيث بعدها يتخرج الكادر الذي يقود الكتيبة وهو يعرف شيء من العلم الشرعي، يعرف شيء من العلوم السياسية، ويعرف العلوم العسكرية، تدرب على أكثر من 15 سلاح.